مساء السعادة عليكم، ازيكم؟ وحشتوني. ما تيجوا النهاردة نعمل مع بعض صينية سمك مكاريلي. بس عايزة اقول لكم ايه، خطيرة بجد يا جماعة. مش عارفة ليه السمك ده مهدور حقه ومش واخد نصيبه معانا، مع ان السمك ده غني جدا بالاوميجا 3 اللي احنا محتاجينها. يعني لو حضرتك بتنسي كده زي كتير، فانا عايزة اقولك السمك ده حلو ليكي وحلو لولادك كمان، عشان ينشط عندهم الذاكرة والدراسة اللي بيتعبونا فيها والنسيان اللي انتوا عارفينه. يلا بينا نسمي كده على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عايزين بصلايه كبيره متقطعه شرايح، وطماطميتين كبار شرايح، وجزريه كبيره مبشوره، وبقدونس، وكزبره، وكمان كرفس. من كل حزمه كده هناخد ربع وهنقطعهم. الحلو بقى والجميل ان احنا هنشتغل في صينيه واحده، يعني مش هنوسخ مواعين كتير، ودي احلى حاجه كلنا بنحبها. يعني بنبقى سعداء لما ما بنوسخش مواعين يا جماعه. التوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وكزبرة وكمون، وكمان كركم وبابريكا وشطة وبهارات سمك. لو موجودة، مش موجودة تقدري تستبدليها بسبع بهارات، ومعلقتين كبار من هريسة الشطة الحمراء، وفنجان من الخل، وكمان فنجان من عصير الليمون، يعني عصير 3 ليمونات كده كبار. نقلب بقى الميكس الخطير التحفة ده كده مع بعضه. ويلا بينا بقى نضيف طبعا المكون الأساسي بتاعنا، التوم. 4 فصوص من التوم المفرومين الكبار كده. وأول لما هنضيفهم وهنقلبهم مع الخضار بتاعنا، عايزه اقول لكم الريحه هتطلع الله اكبر عليها، بجد تحفه جميله جدا. كمان هنضيف ربع كوبايه من الميه، عشان انا عايزه الخليط بتاعي ما يبقاش ناشف، عايزه يبقى كده ايه، في عصاره، علشان نتبل فيها السمك بتاعنا ويمتزج في كل اللحم بتاع السمك. نقلب كده المكونات بتاعتنا ونجيب بقى السمك. انا السمك بتاعي مقطعاه كده بالسكينه، عامله له فتحات كده شرايح، علشان لما نتبله يدخل كده التتبيله في كل اللحم بتاعه ويتشربه ويديكي طعم تحفه. طبعا السمك ده لازم يتغسل كويس جدا يا جماعه، بليمون وبخل وشويه من الملح كده، علشان خاطر يتنضف وميبقاش ليه زفوره. ندخل بقى الحشوه بتاعتنا في الفتحات اللي قلتلكوا عليها، علشان تتشرب من التتبيله بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان احلى صينيه سمك هتاكلوها. تقدري بقى تاكليه وتقدميه جنب رز ابيض، جنب عيش زي ما انا كده عملت، وشويه سلطه خضراء. يعني عايزه اقول لك حكايه حكايه. بعد كده هنضيف فنجان من الزيت كده، وهندخله الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، وهيكون عندك أحلى صينية سمك مكاريل. خطيرة بجد، خطيرة خطيرة. طعمها حلو جدا وملهاش زفارة ولا أي حاجة. وعايزة أقولك إنك مش هتستغني بجد عن الوصفة دي، على قد ما هي بسيطة بس تحفة تحفة. جربوا الوصفة دي هتعجبكم، حلوة قوي قوي، لان زي ما قلت لكم مليانة بالاوميجا 3 اللي احنا ولادنا محتاجينها. بس ما تنسوش تدعولي وتقولولي رأيكم لو جربتوا الوصفة دي في كومنت حلو منكم، وتشجعوني وتشتركوا في القناة علشان نواصل تصوير وفيديوهات. واقول لكم اسيبكم في رعاية الله.